النهاردة هكلمكم على أثر مهم جدا في شارع المعز عند باب الفتوح، هو جامع الحاكم بأمر الله. تعالوا نعرف ايه القصة وايه الحكاية. الخليفة الحاكم بأمر الله وثالث خلفاء الدولة الفاطمية بعد أبوه العزيز. الجامع اتعرف باسم جامع الخطبة أو جامع الأنوار أو جامع الفتوح، والاسم الشائع المعروف دايما هو جامع الخليفة الحاكم بأمر الله. الجامع في الأصل هو أصلا كان بيرجع للعزيز بالله، وهو اللي أنشأه سنة 380 هجريا، بس ما كملهوش وقدر اللي هو يصلي فيه صلاة الجمعة 381 هجريا، وكان في الوقت ده كان الجامع بيستوعب 3000 مصلي. بعد كده لما جه الحاكم ومسك الحكم بدأ اللي هو يكمل الجامع بشكل كبير جدا، والكلام ده كان سنة 393 هجريا، وصرف حوالي 40,000 دينار على تكملة الجامع، وظبط الجامع لدرجة اللي هو حط أناديل من الفضة والذهب. ظبط المحراب، والمحراب كان حاطط على الجانبين بتوعه زي ستارة من الحرير الأحمر بتبقى عليها سورة الفاتحة وسورة الجمعة، والناحية التانية بيبقى عليه سورة الفاتحة برضه وسورة المنافقون. ودي حاجة بتبقى خاصة في الخليفة بالذات وهو بيصلي، خاصة صلاة الجمعة في الوقت ده. مش بس كده، ده خلى كمان جامع الحاكم مركز تدريس لأهل العلم، وكان بيجي فيه أشهر الفقهاء عشان يدرسوا العلم في الجامع ده. بعد كده لما جت التطورات في الدولة الفاطمية جالنا بدر الجمالي قائد الجيوش، ولما عمل السور الجديد بتاع القاهرة الفاطمية كان الجامع في الأول كان بره سور القاهرة وكان مساحة كبيرة جدا. فلما جه بدر الجمالي عمل ايه؟ دخل سوق الجامع جوه السور اللي عمله جديد بعد كده. فدي من ضمن يعني أول واحد يحط إيده هو بدر الجمالي. بعد كده جه ابنه اسمه الظاهر علي وحب يعمل حاجة ما تسمى زيادة لجامع الحاكم. يعني جامع الحاكم كان بمساحة معينة وحط عليه زيادة تانية بحيث يبقى أوسع وأوسع واستوعب عدد كبير جدا. الزيادة دي استخدمها الفاطميين عشان كان في الفرنجة اللي هم الصليبيين حبسوهم في الزيادة دي، استغلوها كمكان حبس ليهم. والصليبيين في الوقت بعد كده بدأوا يبنوا الكنائس كفيها كنوع من أمر من الخليفة. ولما جه صلاح الدين الأيوبي عشان الزيادة دي خرج الفرنجة اللي كانوا موجودين وعمل المكان بعد كده قلبه اسطبلات للخيل. وكان المكان ده مش بس كده، كان كمان مخزن للحبوب أو حاجة لتخزين الحبوب اللي هي الزيادة الخاصة بجامع الحاكم. بعد كده في عهد الصالح نجم الدين أيوب لما وجد أو لما رفعوا الأمر للسلطان الملك نجم الدين وقالوا ده في محراب ومنبر والحته دي مهمه وتابع الجامع، على طول هد اسطبلات الخيل وبدا ينظف المكان واعاد بناؤه مره تانية. سنه 702 هجريا حصل زلزال قوي جدا في القاهره في العصر المملوكي، ضرب مصر ووقع اثار كتير جدا، من ضمنها جامع الحاكم بامر الله اتهد منه حاجات كتير. فجه ركن الدين بايبرس بأمر من السلطان الملك الناصر محمد ابن قلاوون اللي هو يعيد ترميم الجامع مرة تانية. وبالفعل عمل كده. هو عمل ايه؟ الدعامات بتاعت الجامع اللي واخدة شكل حلوة الحصان أعاد ترميمها مرة تانية، السقف أعاد ترميمه مرة تانية، فرش أرض الجامع بالحصير بشكل كبير، بيضه مرة تانية. ومش بس كده، ده كمان خلى في مدارس برضو لأهل العلم رجعوا زي ما كان لدراسة المذاهب الأربعة، ورمم المأذنتين اللي موجودين لحد دلوقتي على شكل الطراز المملوكي. وده هنتكلم عليه في الوصف الأثري. مش بس كده، ده عمل في وسط الجامع سهريك يعني مكان لتخزين المية عشان مكان الناس تشرب منه وقت طبعا لما بيكون في أوقات معينة. الكلام ده كان في صحن الجامع، لأن الجامع كان في الأول خالص ما كانش فيه ولا نافورة ولا أي شيء. بعد كده جالنا واحد اسمه ابن كرسون حط إضافة للجامع، وهي الفوارة أو النافورة اللي كانت موجودة، وبيض المأذنتين. بعد كده بمرور الوقت جت الحملة الفرنسية
استغلت الجامع ده كمقر حامية ليهم، ولأن المقر ده جامع الحاكم كان يعتبر من ناحية سور القاهرة كان يعتبر موقع استراتيجي، فكان لازم يسيطروا على الحتة دي. فخدوا جامع الحاكم قعدوا فيه، استغلوا المأذنتين كعسس، وعسس يعني مكان للمراقبة عشان يقدروا يراقبوا منه ويشوفوا القاهرة بشكل كبير جدا. طبعا الجامع أهمل بشكل كبير لحد لما خرجت الحملة الفرنسية. جه عمر مكرم جدد الجامع، اللي هو جدد المحراب، عمل الجامع من الرخام بشكل كبير جدا، وكمان المنبر اللي عمله بشكل أكتر. فده كان من ضمن الحاجات. بعد كده جه في مطلع القرن ال19 مجموعة من الشوام اللي هم أهالي الشام جم المكان هنا عند الجامع، استغلوه كمكان لصناعة الزجاج والحرير والأكواب. بعد كده في فترة الخديوي محمد توفيق استغل إن الجامع ده عمل فيه زي متحف لعرض الآثار الإسلامية، وده كان قبل بناء المتحف الإسلامي، واتعرف المكان باسم الآثار العربية. بعد كده بمرور الوقت بفترة المكان اللي كان جامع الحاكم طبعا كان مهمل تماما وأصبح مهمل، لحد لما جت فترة اتعمل فيه مبنى مدرسة اسمها مدرسة السلحدار الابتدائية، لحد فضل كتير وفضل على الحال بالإهمال وكل شيء، إذا جاءت طائفة اسمها طائفة البهرة، وهم طائفة شيعية مقرها في بومبي في الهند، ودول كانوا تجار مشهورين جدا بالبهارات والذهب، فكانوا أغنياء جدا، وشافوا إن دي آثار لأجدادهم، وخاصة اللي هم شيعة والحاكم طبعا، فحبوا اللي هم يرمموا الجامع مرة تانية. فبالفعل اتكلفوا بترميم الجامع، والكلام ده كان في السبعينات. طب لو هنتكلم على عمارة الجامع هنلاقي إن الجامع بيتكون من صحن مكشوف وأربع ظلات، وإحنا اتكلمنا على الكلام ده ووصفناه. وهنلاقي إن الجامع واخد شبيه أو شبه بسيط جدا بجامع أحمد بن طولون، وده الشبيه ليه لأن كان فيه زيادة اللي كانت موجودة ودي موجودة زي ما موجودة في أحمد بن طولون. دي رقم واحد، إن الجامع كان معمول أو الحجر أو المستخدم في البناء الأجر، مادة الأجر، معامل المأذنتين اتعملوا من الحجر، وكان جامع أحمد طولون كمان اتعمل من الأجر، فده كان فيه اختلاف. لو هنلاحظ الصحن اللي فيه الأربع ظلات، أكبرها ظلة القبلة، وظلة القبلة دي هي أكبر طبعا حاجة، بتحتوي على 5 بلاطات أو 5 يعني زي ما نقول كده 5 صفوف أو 5 أركان ببساطة. وطبعا اللي فيها المحراب طبعا المعمود الرخامي اللي جدده عمر مكرم، وفي القبة طبعا، والقبة دي كغرض وظيفي عشان تهوية، وخاصة طبعا بفكرة الصوت، ولكن هي غرض رمزي، هي حاجة خاصة بالخليفة، فالقبة دي عنصر خاص بالخلافة الفاطمية. المدخل بتاع الجامع طبعا هو ليه 3 مداخل حاليا، لكن أشهر مدخل اللي هو المدخل بتاعه البارز، لأن التصميم بتاعه أو الستايل بتاعه مختلف تماما، متاخد من مدينة المهدية في تونس، فاتحط نفس الاقتباس ده ومحطوط في الجامع الحاكم، فيعتبر فيه برضو نوع من الاقتباس غير الجامع الطولوني، في كمان من مدينة المهدية في تونس. طبعا الدولة الفاطمية كانت مسيطرة على الحتة دي أو كانت قاعدة في الحتة دي، فخدوا المدخل ده وحطوه بنفس الشكل كده في جامع الحاكم، ده غير الزخرفة طبعا اللي موجودة فيه. اللي طبعا أهم حاجة بيميز الجامع برضو المأذنتين الجمال الموجودين فيه، واللي هم برضو اتعملوا من الترميمات بتاعت البهرة، بس طبعا ما جوش ناحيتها. لكن نلاحظ ان المأذنتين متقسمة لحاجتين، نص فاطمي ونص مملوكي. القاعدة اللي تحت والأساس فاطمي، لكن الجزء بتاع المبقرة اللي فوق والعلو مملوكي، وده طبعا من تجديدات زي ما قلنا ركن الدين بايبر لما الزلزال اللي حصل وكده. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. يهمنا تعليقاتكم، آرائكم، تفاعلكم على الصفحة وعلى اليوتيوب. أشوفكم على خير في حلقة جديدة وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.